البيوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي واصحابي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي سلام وامان وراحة بال وكل اللي بتتمنوه يا ربنا يديهولكم يا رب. كل سنة وانتم طيبين، داخلين خلاص على عيد اضحى، والناس كتير قوي وجايه لكم بالفيديو ده عشان الحق يعني اغير مفاهيم كده في دماغات ستات كتير مننا. طبعًا أو في ناس بتشيل الهَم أوي قبل عيد الأضحى، واللحمة كيلو اللحمة بقى ب600 جنيه، وهنجيبه كام كيلو وما معناش فلوس نجيبه، والبيت والدنيا ويفضلوا ينكتوا ويهروا ويقوموا ويقعدوا، وتمسك راجل من دُولة سواء الست شايلة المسؤولية لوحدها، ناعية الهَم سواء هي مع جوزها ناعية الهَم، وتحس إن الدنيا رايحة في حتة تانية خالص. أولًا في فرق بين الاحتياج وفي فرق بين كماليات، وفي فرق بين إن أنا أعيش سُنّة و و وربنا طبعًا في الأول وفي الآخر هو رزّاق، بيرزق النملة في بطن اللي بيقولوا إيه، في بطن الجبل، في بطن الحجر، في بطن يعني ربنا بيرزق النملة، مش هيرزقك أنت كبني آدم، لأ طبعًا. الناس بقى اللي عايزة أقول لها دلوقتي اللي هي تقدر إن هي توفّر وتملى بيتها خير ما بعده خير في العيد الأضحى الكريم. في فرق بين إن أنا أنزل أفضل أجيب في حاجات، أصل البيت ما هو ده ما إحنا برضه بنعوزوه، وده ما إحنا برضه بنعوزوه، لأ، لأ، أنا مش عايزة كده، أنا عايزاكِ ما تشيليش أولًا هَم عيد كبير، يعني إيه عيد كبير؟ دي إحياء سُنّة. إحياء سُنّة، سُنّة إن إحنا يبقى فيها الفتّة وفيها الدبايح والعَشَرة ذو الحِجّة، ال10 أيام بتوع ذو الحِجّة اللي إحنا بنصومهم وندعي فيهم ربنا سبحانه وتعالى يفُك كربنا، في عبادة. دي في عبادة إحنا داخلين عليها، مش إن إحنا التلاجة تبقى متروسة لحمة أو مثلًا نبقوا قاعدين مستنيين حد لو ما جالناش لحمة يبقى الدنيا العيد ده مش رايح ولا جاي، أو لو أنا عندي كيلو واحد لحمة تمام، أو 2 كيلو لحمة لأ، لأ، في ناس عايزة الضهر 2 كيلو وبالليل 2 كيلو في 4 أيام، يعني أنتِ بتتكلمي في 15 كيلو لازم يكونوا في تلاجتِك. تمام، إحنا بنتكلموا الناس المبسوطة ربنا يا رب يدّيها، الناس اللي معاها ربنا يدّيها ويزيدهم كمان وكمان وكمان وكمان، تمام، والناس اللي ربنا كارمها اللي بتدبح وبتدّي إحنا هنا في كمان حاجة، الناس اللي هي بقى طبعًا كل حد ربنا مدّي له، يبدأ الأول بالأقارب. الأقارب ليه بقى؟ ممكن ناس كتير عندها عزة نَفْس. ناس كتيرة ما تقدرش تقول لِك إزيك يا فلان افتكرني بحتّة لحمة أو لأ طبعًا، ده ذُكر في القرآن بيقول لِك وأحسبهن أغنياء من كثرة التعفُّف، يعني تلاقي البني آدم هو عنده تعفُّف ما يقولش لو بُقُّه هينتّن ما يقولش، المفروض إن كل حد مبسوط أو قادر، مش هنقول مبسوط بدرجة يعني إن هو يبقى غني، غني غناء فاحش، بيدبح. أول حاجة أبدأها أنا بالأقارب بتاعتي، أشوف أكيد في عيلتي وبعدين ما تاخدش بالمظاهر، يعني أنت حضرتك ما تاخدش بالمظاهر، معلش كنت بُصّوا باكلمكم عندي حساسية يعني حتى والله دلوقتي يعني أنا منعت حاجات كتيرة جدًا في الأكل، بس الشاي بلبن أنا متعودة باشرب شاي بلبن أو قهوة باللبن كمان، بُصّوا والله بُصّوا باكلمكم وأنا مش مستحملة حاجة. فالموضوع ده فاكرين لمّا كنت باحكي لكم على الحساسية؟ لسه والله بقى لي سنتين، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب من كل ابتلاء يا رب. فطبعًا آآ ففي ناس كده تقول لِك إيه، لأ أنا ما اروحش أدّي حد ممكن حد يقول لي أنت جايب لنا لحمة أنت شايفنا شحاتين، لأ يا جماعة، لأ دي إيهاد وتحابُّ ورسول وربنا سبحانه وتعالى وصّوا بالأقارب. لإن أنت بتعمل صلة أرحام ما بين الأقارب الأول، بعد الأقارب المساكين، ناس بقى اللي أنت ما تعرفهمش وتلاقيهم كده يعني وضعهم مش كده، بتدّيهم، تمام كده، دي حاجة. يعني ربنا هيرزقِك وما كانش
يعني أنا والله العظيم 3 والله، والله باكلمكم، يعني أنا أمّا كان بييجي عليَّ العيد، أنا مش من النوع اللي كنا نترسه في التلاجة لحمة، يعني عادي. أول يوم والله يا جماعة أنا بانقل لكم تجربتي قسمًا بالله. أول يوم كنا بنجيبوا اللحمة مثلًا، أول يوم مثلًا أسلُق مثلًا كام، كيلو ونُص لحمة. كنت أنا وولادي صغيرين، ما كنتش أسلُق كمان أول يوم ده كيلو كانت للفتة، صينية الفتة دي، كيلو لحمة، تمام. أقوم عاملة فتة، والباقي بتاع اللحمة لإني مش هاكل مثلًا بقى كان عيالي كانوا صغيرين وكانوا ياكلوا يا دوبك حتة بقى صغيرة بالعافية. كنت آخد بقية اللحمة اللي أنا سلقاها بعد ما عملت صينية الفتة، وتاني يوم أقوم طابخة عليها. هتقولي لي طب بالليل، أقول لك بالليل آكل بقى حتة كبدة، مش عارفة طحال إيه، ما آكلش بقى لحمة بالليل، ما أنا أكلت خلاص في الفتة. آكلها بقى آجي تاني يوم أقوم طابخة شوية قلقاس حلوين على حتة، يبقى الكيلو قعد معايا، والله العظيم أنا باكلمِك بأمانة. آجي مثلًا بعد كدهوّة، آجي مثلًا تالت يوم ورابع يوم، أقوم عاملة لحمة مشوية على شوية مكرونة، أعمل كفتة. بس الدنيا بسيطة جدًا، يعني معاكِ بقى كده، يعني مش ألزم يبقى أنا عندي آآ 15 كيلو و10 كيلو في التلاجة عشان أبقى مبسوطة. أنا باشوف ناس والله العظيم 3 عايزة خروف أو عايزة عجل في التلاجة، لمّا باحمى ربي يعني. ف فالدنيا بسيطة، الدنيا بسيطة جدًا، شهر زي بقية الشهر. يعني اللي أنا باكله في شهر بتاكلي إحنا في الشهر كله ساعات بناكله كيلو ونُص لحمة، أنتِ أمّا تجيبيهم في 4 أيام رضا، رضا الحمد لله. جالِك طبق من هنا، جالِك طبق من قرايب من هنا، فضل ونعمة. مع ال2 كيلو اللي أنتِ جايباهم الدنيا هتتسطر معاكِ في العيد. حلو، الرضا بقى فين؟ الابتسامة فين؟ اللمة فين؟ الضحك فين؟ أعمل أقوم جاية عاملة جنبهم ب أي حاجة حلوة، ملّحتِ حتّة بورتين 3 عملتيهم فسيخ في البيت، عملتيهم مع يوم هيعدّي، الدنيا بتمشي، الأكل بيمشي. حتّة كبشة نضّفتيها عملتيها كمّونية حلوة. السقط بتاع بيبقى حنيّن شوية في الدبايح الكتيرة، ماشي. حتّة كوع كده حلو، يعني مش ألزم بقى اللحم بقى صنّفي. كُنّا بنصنّفه كده بقى، والله كُنّا بنصنّف كده. كُنّا بناخده راس الخروف وتتنضّف وتتعمل كُلّها بقى مُخ وكُلّها، كُنّا نفتحوها كده ونحطوها كده في الشواية برشة فلفل أسود وحتّة سمنة بلدي. يا جماعة يعني النِفس حلوة، النِفس حلوة، وإنِّك أنتِ تعملي وتخلّي وتسوّي، دي حاجة إيه يعني، يعني حاجة مش عايزة أقول لِك إن أنتِ آآ مش عارفة، بُصّوا، مش مستحملة حاجة في إيدي. فعايزة أقول لكم إني يعني والله، والله، والله كمان مرّة، فكرة الرضا وفكرة إن أنتِ تكوني مبسوطة في حياتِك مش بالفلوس ولا بأي حاجة. الناس بقى اللي بتنزل علشان أنزل بقى عندي بقى العيد الكبير، أقوم نازلة بقى، نازلة وأنا عندي بقى كده بابُص داخلة في السوبر ماركت كإني داخلة. بُصّوا عارفين أنتم إزاي أقسّم فلوسي في العيد الكبير ما بين أكل وبيت وطوارئ واحتياجات. بمعنى إن أنا عندي العيد الكبير، كل سنة وأنتم طيبين، محتاجة إيه يا ست الكل؟ محتاجة شوية رز في البيت، محتاجة أعمل حسابي في 2 كيلو لحمة، 3، ماشي. يعني بُصّوا، هنقوله مثلًا الكيلو بكام؟ هنقول مثلًا الكيلو ب400 جنيه، تمام. هاجيب 3 كيلو ب1200، 3 كيلو لحمة، حلو. ما جات لِك حاجة، ما جالكيش يا ستي، أبقى أنا في أقصى الأمور 3 كيلو لحمة معايا، تمام. وفي اليوم النُص، وكمان ممكن ما أخلّصهمش في ال4 أيام، يعني كفاية أخلّص 2 كيلو وأخلّي 2 كيلو أدلّع بيهم بعد كده. حُطّي بقى أكلتين بقى، غيّري، غيّري، مش هتاكلوا 4 أيام لحمة يا جماعة. أنا ما أعرفش إزاي الناس بتاكل كده 4 أيام، أنا بازهق. والله العظيم أنا كنت آكل أنا وسمير اليومين وأقول له خلاص أنا زهقت. وكنت آكل إيه، والله يا ربي وأنت شاهد عليّا، أنا كنت آخد حتّة في الفتة بتاعتي، النايب بتاعي الطبيعي بتاعي لمّا آجي آكل فتة،
يعني كان يقول لي كُلي الحتّة دي وكان ييجي يزعّق لي، كنت أقول له خلاص شبعت خلاص، كلت حتّة 2 صغيّرين خلاص شبعت. إيه يعني عشان عيد كبير؟ أنا ما أعرفش يعني إيه يعني خلاص. تاني يوم خضار باخد الحتّة بتاعتي اللي على الخضار بتاعي اللي على الرز بتاعي خلصت، لا أكتر ولا أقل. طيب هاقسّم فلوسي زي ما قُلت، هاطلّع لي بتاع 1000 جنيه كده عاملة حسابي مثلًا إن أنا باجيب طبعًا حتّة اللحمة بتاعتي، يعني إيه أقصى ما كده، شوية الرز، شوية العيش الناشف اللي بنجيبوهم، حبّة الخضار بقى دول موجودين عندي في الdeep freezer عادي، طبيعي بتاعي، هالاقيك عاملة شوية بامية، هتلاقي عندِك عاملة طبقين ورق عنب والّا طبقين كرنب، كلّنا في تلاجتنا في الخضار ماشي، كان بسلة، إن كانت بامية، إن كانت فاصوليا، تمام، لو ما عندكيش خضار عندِك بقوليات ناشفة، لوبيا، فاصوليا، حلو، بطاطس، صينية بطاطس باللحمة، الدنيا ماشية عادي، أقدر من دلوقتي وأنا باجيب أكلي أقوم جايبة 2 كيلو بطاطس رامياهم، أجيب 2، 3 كيلو بصل رامياهم، لو أنا أستخدم بقى إيه 4 أيام من بعض ولو إن أنا شايفاها عادي، بس يعني تمام، أمسح التلاجة بتاعتي الdeep freezer بتاعي وأبدأ إن أنا أشيّك على حاجتي وأشوف بورقة وقلم أنا محتاجة إيه عشان أجيبه، شوية فلفل أسود، شوية بهارات لحمة، حتّة مستكة حلوة، مش عايزة أجيب جوزة الطيب، أي حاجة محتاجاها أجيبها من دلوقتي حاجة، 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 تمام، ما انزلش السوبر ماركت وأنا مش عارفة عاوزة إيه. أكتر فشل لكل واحدة ست ما بتعرفش تحوّش ومش هتعرف تحوّش ولا تعرف تعمل حاجة، لإن هي ما بتعرفش يعني أنا عايزة أقول لِك على حاجة، أنا لو دلوقتي لو جيت عملتِ تحدّي إن أنا آجي في يومين ما أجيبش ولا ب5 جنيه حاجة وأطلّع كل حاجتي من البيت، هتنجحي وهتوفّري وهتشيلي. ليه؟ عشان أنتِ مش بتفتشي، أنتِ عايزة تنزلي السوق وبس، كل يوم نازلة السوق واخداها إيه، سيّارة نيّارة زي ما بيقولوا كده. رغم أنتِ لو قعدتِ في البيت وفتشتِ في بيتِك هتطلّعي أكلة، وهتطلّعي أكلتين، وهتعملي عشا، وتعملي فطار، إنما أنتِ بتستسهلي إن أنا إيه، نازلة السوق، حوّشي، شيلي، حطّيهم في حاجة تانية، حطّيهم في حاجة تانية، بلاش كل يوم نزول السوق، أكتر حاجة تسحب منِّك فلوس نزولِك كل يوم، والله العظيم أكتر حاجة بتسحب فلوس النزول كل يوم. لو جربتِ تنزلي كل 15 يوم هتلاقي نفسِك حتى لو أنتِ صرفتِ في الأسبوعين 1000 جنيه يبقى أنا كده في المدار صرفت 2000 جنيه في الشهر. جربي، جربي، ما تروحيش بعيد يعني جربي، جربي وانزلي واعملي كده زي ما باقول لِك. إنما كل يوم عارفة لو كل يوم بتصرفي 100 جنيه هتقولي أنا باصرف بس نازل أصرف 100 جنيه. والله العظيم بتصرفي حتى لو 100 جنيه أنتِ تنزلي بال100 جنيه بالاقيكِ تجيبي ب50 جنيه حاجات ما لهاش ألف لازمة، ليه؟ خصوصًا بقى واحدة تقوم واخدة عيّلها، جايبة له باكو شيبسي ب10 جنيه، عيّل شبط في مش عارفة إيه ب10 جنيه، مش عارفة جابت حاجة فاكهة كده الندامة ب20 جنيه، أصلها رخيصة ب20 جنيه. 50 جنيه لو حسبتهم وتوك توك ب20 جنيه، تبُصّي تلاقي النزولة بتاعتها في بتاع 30، 50 في فلوس منهم رايحين، عشان تنزل تجيب مثلًا إيه، خضرة أو تنزل تجيب مثلًا كيلو طماطم أو تنزل طب ليه ما بتجيبيش حاجتِك مع بعضها؟ ليه ما بتنزليش تجيبي حاجتِك مع بعضها؟ فشل، الإدارة بتاعتِك فاشلة. لإن أنتِ مش عايزة تقتنعي إن أنا نزولتي دي أنا لمّا باجي بانزل السوق، أنا واحدة باجي أنزل أبقى مش بانزل للشديد الأوي، شديد الأوي خلاص، أنا بيتي ما فيهوش حاجة، وباعمل إيه بقى عشان ما انزلش السوق بقى؟ هتقولي ما أنتِ بتجيبي أكلِك إزاي؟ آجي نازلة رايحة مشوار، رايحة مشوار بعيد عن السوق، حلو، وأنا مثلًا ماشية والله كده زي ما باكلمكم، لقيت واحد بيبيع 3 كيلو بصل ب10 جنيه، ب20 يا ربي، 3 كيلو ب20 جنيه. رُحت جايبة أنا عارفة إن أنا عندي بتاع حوالي كيلو ونُص بصل في البيت، حلو، رُحت عاملة إيه، رُحت جايبة 3 كيلو بصل تمام، في البيت، لقيت بطاطس خلاص، نزلت رُحت جايبة وأنا ماشية، اللي ألاقيه قدّامي كده، ليه؟
بصل، بطاطس، طماطم، فلفل، ليمون، وليمون كمان، جبت كيلو ليمون، جبت كيلو ليمون. أنا باحب الليمون في البيت، باستخدم الليمون في كل حاجة، عارفة استهلاكي، عصير باعمل، بانضّف بيه، باحب أحطه في سائل الصابون، باحبه. خلاص، جبت كيلو، عشان نزلت رايحة مشوار، جبت شوية حاجات، بس عارفة ماشية أنا عارفة إن أنا هاحتاجهم، باقعد عليهم بقى. ما عنديش أكل، أقوم باشرة شوية بطاطس، في ربع لحمة مفرومة وعاملة كفتة. اللحمة المفرومة اللي باجيبها دي كنز بالنسبة لي، باجيبها أعملها إربع، ما باعملهاش كتلة واحدة أو أقطّع زي ما أنا عايزة، لأ، دايمًا أقول للبياع اعملها لي 4 تربع، جايبة 2 كيلو أقول له 8 تربع. ليه؟ كل أكل أطلّع ربع كيلو، أحط عليه حتة ليا وأصنّفها، كفتة أصنّف، عصّاج أحط، أعمل منها مسقعة، أعمل منها اللي أعمله. ربع كيلو ممكن كمان، خلّي يعني أنا عشان إحنا مثلًا نفرين، لأ ممكن كمان ربع كيلو آخد منه نُصّه أحطه حبّة كده العصّاج، والربع التاني أعمله مثلًا فوق طبقين مكرونة سباكيتي. أيوه، أيوه، لازم التوفير هنا، التوفير هنا حبيبتي، عشان توفّري وتحوّشي وتشيلي، لازم. ما هو مصروفِك بيخلص منِّك بسرعة ليه؟ بيخلص منّي بسرعة علشان أنا بهرتِك الفلوس. أنا باجي يوم القبض ده عندي حالة من الجوع. أنتِ اللي عاملة في نفسِك كده، أنتِ عاملة في نفسِك كده، أنتِ عاملة في نفسِك إن أنتِ، في ناس أقول لها إيه، أمّا تيجي تحوّشي، ما تحوّشيش وتطلعي السلِّم مرّة واحدة أوي كده. يعني لمّا تيجي تبقي عايزة تحوّشي وتبقي سِت بيت كده شاطرة، هاقول لِك كل سِت عايزة تحوّش، ولكل سِت عندها رغبات كتير ونِفْسها تحقّقها، تحقّقها واحدة، واحدة. مرّة واحدة دي ما بتعملش حاجة، زي تيجي واحدة مثلًا تقول لي أنا هاقفل الحنفية على نَفْسي وهاحرم نَفْسي عشان أخُش جمعية ب3000 جنيه في الشهر، أو ب2000 أو ب1000، حسب مقدراتها بقى. واحدة بقى مصروفها كتير، وبتقعد في كافيهات ومطاعم، وبتشتري حاجات كتير، إكسسوار ولبس، وكل ما تعدّي عندها كده شهواتها في اللبس، في الأكل، في الكافيهات، في ده، في ده، في ده، في ده، ففلوس بتروح منها كتير. فتقوم مرّة واحدة تقوم حارمة نفسها مرّة واحدة، وهوب تلاقي نفسها تعمل مثلًا جمعية، قرِت الجمعية، فهي already عطّشت نفسها من يعني إيه، اللي هو أنا بقى لي مدة، لأ تقوم واخدة الجمعية وراحت مفرتكاها في حاجات ما لهاش ألف لازمة. ليه؟ لإن هي حرمت نفسها بقى لها سَنة، كانت دخلت الجمعية بقى لها سَنة وهي متعودة تصرف، فلمّا جات دخلت الجمعية راحت صارفة كل فلوسها مرّة واحدة. ليه؟ لإن هي ما لأ أنا مش عايزاكِ كده. يعني أنتِ لو حاطة في مقدرتِك تحطي 3000 جنيه، لأ، ما اشيلش ال3000 جنيه، اشيل 1000 لو أنا مقدرتي. واحدة مثلًا إمكانياتها، هنشوف مثلًا، شوفي درجة قد إيه، 300 جنيه هم اللي بيطلعوا لِك، أو دول اللي بيبقوا في إيديكِ. ما احطش ال300 جنيه كلّهم، أحط حتى 150، أخش بيهم جمعية، وال150 يبقوا في بوكي. رُحت مشوار، اشتريت حاجة، يبقى أنا معايا سيولة، إنما ما اخشش بال300 لوحدهم. حتى لو أنتِ عايزة تجازفي، أجازف، أشيل 200 وفي 100 معايا. يعني أنتِ لو مقدرتِك في 300، ما انصحكيش تحطّي ليه؟ لإن أنتِ أكيد برضه هيهِفِّك عليكِ تجيبي حاجات، عايزة أجيب حاجة لولادي، وأنا ماشية اشتريت حاجة لولادي، يبقى في معايا سيولة. 100 على 100 على 100 هيبقى معايا برضه أنا سيولة. إنما أقدر أقول لِك إنِّك تقدري تحوّشي 200 جنيه في الأسبوع، لو تقدري، أقول لِك لو تقدري هتقدري، هتقدري. هاقدر منين؟ هاقدر من توفير حاجات كتيرة أوي، وهاقدر إن أنا ما انزلش كتير، وما انزلش أتسوّق كتير. ولمّا آجي أنزل، حتى لو ده أنا رايحة سوبر ماركت، هتيجي تقولي إيه يا ميمو، أنتِ دايمًا كنتِ بتحبي تنزلي السوبر ماركت. أحب أنزل مش هاكدب عليكِ، بس ولكن بابقى عارفة نفسي هاشتري الrange بتاعي. ممكن يخُنّي في حاجات، بس هي بتبقى الأسعار غِليت، يا تخُنّي في الأسعار، إنما هي حاجتي اللي أنا باجيبها. ماشي.
يعني أنا مثلًا بابقى نازلة عارفة نفسي هاجيب إيه، هاجيب رز، هاجيب صلصة، هاجيب مكرونة، هاجيب جبنات، هاجيب خل، هاجيب ملح، هاجيب حاجات، دي في بيتي، دي في بيتي. الحاجات دي لمّا بتتحط في البيت ما بتخلصش في شهر واحد، لمّا أجيب 10 أكياس ملح في شهر مثلًا، أنا ما باخلّصهمش في شهر واحد. تمام. أنا مثلًا باجيب استهلاكي 5 كيلو رز، باجيبهم مرّة واحدة، ليه أفضل أجيبهم كل شوية أجيب كيلو في كيلو؟ لأ، أنا باملى علبتي ب5، والله كفّوني، فضل منّي، زوّدت عليهم، دي حاجة بقى بتاعة إيه وإيه، يعني حسب استهلاكِك الشهر ده، هل أنتِ استخدمتِ مكرونة أكتر، هل أنتِ استخدمتِ رز أكتر، والله فضل كيلو، فضل 2 حلوين، أكمّل على أنا عارفة إن العلبة بتاعتي تتملى. بُصّوا على الفيديو بتاع في ميمو سمير، أنا جايبة مشتريات من فتح الله ومالية العلبة بتاعتي ال5 كيلو لغاية آخرها. تمام. خلصوا، خلصوا، ما خلصوش خلاص، أنا عارفة نفسي أنا بالعب في ال5. حلو، حلو الكلام. الحاجة التانية اللي أنا عايزة أقولها لِك، حضرتِك دلوقتي أنتِ في إيديكِ إن أنتِ تعملي زي ما قُلت لِك، فاكرين لمّا جيت قُلت لكم لمّا قبل رمضان إن إحنا بنشيلوا حاجات شوية بشوية بشوية، أنتِ عارفة أنتِ استخدامِك إيه في الأيام اللي جاية، سواء في 10 ذو الحجة في يوم صيام، ح باعمل إيه، باشيله عشان خاطر مش إحنا في أول الشهر، مش إحنا في أول 5 أهو، وإن شاء الله العيد يوم 28/5، يعني أنتِ لسه واخدة مصروف البيت، أقدر من دلوقتي أنا ما هو إحنا مش هنقبضه تاني، يعني القبض بتاع شهر 5 ده هو ده القبض بتاع العيد، فأنا باعمل حسابي في القبض ده، فالقبض ده تمسكي بإيدِك وبسنانِك وتعملي فيه وأحط فيه في الطوارئ لإن في عيدية، بيقولوا زي ممكن أطفال بتحبي تعيدي عليهم، هو دايمًا يقول لِك إيه، هو ده عيد اللحمة مش عيد اللبس. يعني إحنا كنا دايمًا ما بنجيبوش لبس في عيد الكبير، غير بقى لو أنتِ احتجتِ حاجة يعني. تمام. يقول لِك ده كان عيد اللحمة، الفلوس دي بقى بتروح في اللحمة، خلاص؟ طيب أنا باعمل حسابي، أنا عارفة نفسي هاستهلك زي ما قُلت لكم، هاخد 3 كيلو لحمة باعمل حسابي، باعمل حسابي إن أنا باحط خضار، خضار بقى بسيط، مش لازم بقى تبرِز بقى الفريزر. لأ، أنا هاجي أعمل كام طبخة في ال4 أيام، مثلًا 4 طبخات، طيب الطبخة بتاخد معايا كام؟ أنتم عيلة كبيرة، يعني باخد في الطبخة 2 كيلو خضار، يعني 2 كيلو مثلًا قلقاس، بتعملي مثلًا كيلو ونُص بامية، كيلو ونُص بسلة، عشان بتنبي، حلو، خلاص أنا باعملهم من دلوقتي لو أنا ما عنديش، طب أنا عندي، أشيلهم على جنب، معايا لفة ورق عنب، معايا الكرنب عاملاه، كل دي أكلات خير. طماطم، التوم، الحاجات دي، يالّا، يالّا، يالّا كُلّه ده في الفريزر، أبقى خير في قلب بيتي، ما اشيلش هَم، فك أمّا جات حتّة اللحمة طلّعت عليهم الخضار كل سنة وأنتم طيبين، فأنتِ يا سِت الكل ما تشيليش الهَم، وابدئي من دلوقتي فرّزي حاجتِك، نضّفي تلاجتِك، نضّفي الdeep freezer، مطبخِك، بهاراتِك، حاجتِك، شيّكي، اكتبي، شوفي إيه اللي ناقصِك، إيه اللي فاضل لِك واكتبيهم، عشان لمّا آجي أنزل ما أجيبش حاجة عندي وارميها، وما أجيبش حاجة كتير، على قد احتياجي، البهارات كتيرة والخير مليان والناس والدنيا والدكاكين مليانة هَم قد كده، حلو، الحاجة ما بتهربش، أجيب على قد استخدامي، عشان الحاجة ما ترطّبش منّي وتبوظ وتترمى، لأ أنا مش عايزة حاجات. إحنا في الأيام اللي جاية أيام بركة، فيها حكمة وفيها عبادة وفيها موعظة. ربنا سبحانه وتعالى يعني كان بيختبر سيدنا إبراهيم في ابنه إسماعيل، فدي قصة عظيمة وقصة جميلة. يعني الأيام اللي جاية دي فيها الفكر مش فكر أكل وشرب يا جماعة، مش كل حاجة الأكل والشرب، الأكل والشرب، يعني إحنا بناخده يعني موعظة وحكمة ورضا، وبناخده حاجات تريّح نفسيتنا، وزائد معانا بناكله فتة وبناكله إن دي سُنّة، إن إحنا نقوم الصبحية وناكله الفتة دي سُنّة، سُنّة. تمام. فعشان كده أنا باتكلّم في حتّة الناس اللي بتبقى ناعية الهَم زيادة عن اللازم، الناس اللي هي آآ زعيق في بيوتهم، عراك،
أجمل لحظات الأيام الحلوة بتروح في النكد بسبب الأكل والشرب. تلاقي الواحدة ضاربة مع جوزها في أيام جميلة، سواء الراجل أو سواء الست. في ست بتبقى مظلومة وفي راجل بيبقى ظالم والعكس بيبقى صحيح. هو ينكد هي تنكد، ده من ده ناحية. هو عايز يراضيها هي لسه معوجة، هي عايزة تراضيه هو قلب بوز. ماشيين شبه القطر اللي ماشي خلف خلافه كده، خلف خلاف. ده يدي من هنا وده تدي من هنا. أنا بيصعب عليا قوي، بيصعب عليا قوي 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 قوي. أجمل أيام حياتكم تروح في النكد والقرف والزعيق والبهدلة، وكل ده كله بسبب أكلة. أكلة يعني كلام فاضي، كلام فاضي. كانت في واحدة والله العظيم ثلاثة، كنا مرة بنتكلموا، كنا في سفر، في كنا في بنعملوا حاجة اسمها كانت تذوق في نادي الأهلي، وكنا بنعملوا أطباق يعني كده مع الشيفات وكده. فتحكي واحدة قوي يعني عارفين كده بقى جو السواتيتي ده بقى كده، كل واحدة بقصة في موضوع بتاع بنت الأصول وكلام من ده. فأنا فاكراها قوي، فاكرة يعني التركية بتاعتها. كانت عايشة في بيت عيلة مع حماتها، يعني كانوا عايشين شرك، مش في شقة لوحدها. بتقول لك جه عليهم العيد هي مع جوزها، وأول يوم العيد الكبير طبخت عدس أصفر، طبخت عدس أصفر. حماتها معاها وكلهم معاهم، بس كل واحد ليه بابه ايه مقفول، كل واحدة ليها بوتاجازة بتطبخ عليه، مش اللي هو بيت العيلة اللي هو زي دلوقتي ده. فلما طبخت محدش يعرف اللي في الحلة فيه ايه. دي تطبخ لحمة ودي تطبخ معرفش ايه، وهي وجوزها بياكلوا عدس أصفر أول يوم العيد. طبخته عملته، وعملت فتة عدس، ودخلت في شقتها هي وعيالها واكلوا. والعيال ما حدش طبعا بيسال كل واحد انت اكلت ايه النهارده، سبحانك يا ربي. ليه؟ لان هو عيد معروف بياكلوا فته. بس حبها هي وجوزها وولادها خلوها تروح عند اهلها. قسما بالله الوش ده رمان في وشهم، والعيال لابسين وفرحانين والدنيا ولا في الدنيا. ولما جاء ابوها بيقول لها تعالي بالليل بقى بياكلوا، قالت له حي لحمه تاني. بصوا الجمال، لحمه تاني زهقنا من اللحمه. قال لها ما هو بقى عيد اللحمه بقى اعملوا ايه. ابوها ما خدش باله ان هي بنت واكله عدس اصيله. الرضا، الفرحه فين هي دي؟ هي فرحانه وجايه فرحانه ومع عيالها فرحانه، مش جايه بقى. النهارده تعالي بقى النهارده كده جوزك ياكلك عدس اصفر. انت تعمليها والله ما تعمليها. وده عيد بتاع ربنا وانت في ايه وانت ما اعرفش ايه، انت ما بتعرفش إيه. فالله المستعان. ف يعني انا عايزه اقول ان احنا ناكل لحمه ونتبسط ونجيب كل حاجه في بيتنا وكل حاجه، بس ده مرتبه. انا واحد مرتب وهيعمل ايه؟ يوم 28/5 مش هيكون في ناس هتكون قبضت بتقبض 25/5، وفي ناس على المعاشات بنقبضوا يوم واحد في الشهر. يعني يوم العيد مش هنكونوا قبضنا. خلاص هو ده القبض اللي احنا خدناه بتاع الشهر ده، هو ده بتاع العيد. كيفي بقى امورك، انت كيفي امورك بنفسك، اعملي حسابك. والله ربنا كرمه في الشركه، كرمه بكره واحد، هو واحد على المعاش خلاص ما بيد حيله، ما حلتوش غير المعاش بتاعه. لا 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 نغص فيه ولا ينغص فيه، انا عارفه اللي فيه. ربنا يهدي بيوتنا ويهدي ولادنا، وبتفكيرك يا ست الكل تقدري تعملي من الفسيخ شوربه. قدامك احنا النهارده لسه في اول الشهر، انا جيت عشان اقول لك ابدأي وشيلي وشوفي دنيتك وشيكي على بيتك. اغسلي الفريزر، هتلاقي فيه حاجات مركونة كتير، وفي الفريزر والتلاجة هتلاقي فيه حاجات كتير، وهتكفيك وهيفضل. وان شاء الله هيكفي معاكي كمان لغايه مش العيد بس، بعد العيد كمان. اشوفكم على خير ان شاء الله مع فنجان قهوه مع مين. باي باي.